هل نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب هيستمر على موقفه تجاه اتحاد الكورة أم يتراجع ويخوض المباراة القادمة أمام النادي الأهلي بشكل طبيعي؟ الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أكد أن موقف النادي واضح بشأن عدم خوض أي مباراة قادمة حتى تستكمل مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري. وأيضا قال الأستاذ أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية إن موقف نادي الزمالك واضح، وإن النادي مش هيخوض أي مباراة حتى تستكمل مباريات الدور الأول. وأيضا النادي يحترم جميع أجهزة الدولة، ولكن الخلافات هنا حول ترتيب وإدارة المنظومة الكروية بالإضافة إلى التحكيم بسبب اللي حدث، وإن الزمالك فتح